اي واحد يدخل القصر ديال الملك يقدر يفقد الثقه في راسو. تخيلوا معايا الكولوارات الواسعه اللي منين تتوقف في الراس ديالها تيبقاو يبانوا ليك البيبان بزاف، باب مور باب بلا حساب وبلا عدد، وتتحس براسك بحال الا راك وسط شي صحه ديال الحرب. العساكريه شادين العسا ولابسين الكسوه وهازين سلاح ثقيل، وجوههم ما تيبان فيهم حتى تعبير. وبلا هادو كاينين في نفس البلاصه جيش واحد اخر ديال العبيد لابسين فوقيات بيضين وطرابش حمر وطوال بزاف لدرجه الى عليتي فيهم عينيك تشدك الخلعه. هادشي هيجيكم عادي منين تعرفوا بلي هاد العبيد اختارتهم الحاشيه ديال الملك من اقوى الرجال اللي كاينين في الافريك. كاع الصنادات اللي في الجنوب ديال القاره جمعوهم، وتا هما كانوا تيشوفوا فينا حنا اللي قصار بواحد الشوفه ناقصه. المهم مشيت يشوف شي حتى لعند مول الشي. داكشي علاش منين تيكون شي واحد من العائله الملكيه دايز في داك الكولوار تتوصلنا الخبر بالزربه، حيت كلشي تيبدا يكح بصوت مبحوح باش يعلمنا نجمعوا لاكارد. ديك الكحات كانت ديما تتكون بواحد الايقاع مضبوط بزاف وقوي تيجيب البنادم التبوريشه. بالنسبه ليا انا اللي كبرت في الساحات ديال القصر ديال الباشا قبل ما نجي للقصر الملكي، ما كانش هادشي تيجيني في اياماتي الاولى شي حاجه ماشي نورمال. كنت مولف الابهه اللي تيعيش فيها الباشا والناس اللي من مقامو والصداع اللي تيكون تابعهم فين ما تحركوا. هادشي علاش حسيت براسي فواحد البلاصه مولفها. ما عرفتش السونات اللي جاوني في راسي نهار الاول، حيت باش تدخل القصر ديال الملك كان حلم ديال كاع الناس اللي من المستوى ديالي واللي مازال تيحلموا يجيو شي نهار ويدخلوا لهنا. واخا انا بيني وبينكم عمرو كان من طموحاتي، يمكن حيت في اللاوعي ديالي كنت باغي نولي بحال الوالد، بحال اي واحد في نفس العمر اللي كنت فيه تيبغي يكون بحال بابا. ولكن كانت شي حاجه تتخليني نكون كابابل باش نشد هاد البوست اللي خدام فيه دابا واللي مازال ما عرفتش شنو هي. وحتى الخدمه ديال قوس ظهرك وحني ووقف وتنركبت كانت تضرني في خاطري. ما كنتش شردا واحد بمقامي وثقافتي يسمح لراسو يبقى هي تيحني ويتحسر، ولكن واخا هكا كيعيا بنادم يهرب من المكتب هادي يبقى تابعو داكشي اللي مكتاب ليه ويبقى لاصق فيه بزز منه. وهكذا ما تعيش بنادم هي اللي مكتوب ليه يعيشو. هذه هي بدايتي في القصر، وهكا لقيت راسي تنخدم في وحده من الخدامي اللي خدم فيها الوالد ديالي، وتنقصد هنا راجل من الحاشيه ديال الملك. مازال تنتفكر الوالد اللي عنده واحد الهبه في شكال ما كاينه عند حتى حد من غيره. كان تيشد في يدي بعد الصلاه ديال الجمعه وهو لابس جلابيه بيضاء وشربين راسو معوج، وتنمشيو بجوج هازين ريوسنا للفوق وسط الزناقي ديال المدينه القديمه في مراكش. وما عندي حتى شك باللي لي سين ديال الخضوع اللي كانوا تيبانوا في الوجوه ديال التجار اللي في السوق لعبوا واحد الدور كبير باش نوصل انا اليوم لقلب القصر. كان تيعجبني نشوف الناس الدراوش دايرين بينا باش الوالد يوصل المشاكل اللي تعيشوها لسيد الباشا، وكانوا يقدروا يعطيونا اللي بغينا باش نبلغوا الشكاوي ديالهم. عايشين مدمرين ومشاكلهم الصعيبه مرهونه بيد الوالد اللي هو بوحدو اللي يقدر يشفع عليهم عند الباشا. ما عرفتش واش كنت معجب بالناس اللي حاكمين وعندهم البوفوار بلا ما نعرف، يعني دوك الناس اللي تيطلعوا لواحد البلاصه عاليه بزاف حتى تيوليو يشوفوا الناس كاملين بحال البخوش ما عنده حتى قيمه. واش انا فيا داك الدم الكحل في عروقي اللي تيخلي كاع اللي حاكمين لاصقين في الكراسه ديالهم، وهذوك اللي في تاليتهم بطريقه ولا بوحده اخرى تيسنيو الكونطرا مع الشيطان. ديك الفئه من الناس اللي تتبان لك في الاول عاديه وما تتعطيك حتى لمحه باش تقدر تخيل قمه الوسخ اللي فيها. يمكن تيكونوا عاديين وطيبين في الاول وتيقبحوا حيت تيتبعوا شي قرارات صعيبه بزاف واللي تيمليها عليهم منطق كبر منهم بزاف حتى هما. واش غنولي انا من الكراكيز اللي تتحركها الكومبات اللي تتوصل حتى للموت بين الشياطين والملائكه اللي كاينه ديما في الدنيا؟ في الحقيقه هذا السؤال كان ما عندي عليه حتى جواب. من صغري حتى لكبري وانا ندوز في السطاجات، حتى جا نهار اللي لقيت فيه راسي في هذه الدار الكبيره بزاف، ولكن مازال هي غادي بحال شي حشره تبعها يضو اللي تيبان ليها. وكانت الفرحه والخلعه تيدابزو في الرينغ ديال عقلي، وانا يلا حطيت رجلي اليمنى في القصر. ما كانش هاد التبرزيت اللي في عقلي مرتبط بحوايج وجوديه، بحوايج متعلقه بالقدر اللي جابني لهنا وشنو تيتسناني وكاع الحوايج اللي في السماء واللي ما كنتش تنفكر فيهم. كنت نسول راسي مسوالات بساط اللي هتنفعني هنا ودابا.
تنقول مع راسي شنو خصني ندير باش نضمن نبقى في خدمتي ونتجنب كاع المشاكل اللي تقدر تخرج عليا. واش غنقدر نعجب الملك الحسن الثاني بالعلم ديالي ولا لا؟ واش غادي نخيب ظنو ولا غادي تعجب بيا؟ كيفاش نقدر ندير بلاصتي ما بين الرجال المطورين اللي في الحاشيه ديال الملك والمسقيه المعلمين اللي عنده، وحتى داك القزام الكحل اللي سميتو بودا اللي لاحظت باللي هو الوحيد اللي تيقدر يهضر مع الملك بلا ما يتردد. كيفاش غنفرض راسي وانا غنكون في حرب مع 4 ديال الناس ولاو مخيبرين وحافظين صواريهم مزيان، حيت دوزو هنا في قرب القصر سنوات طويله ولات عندهم قوانين خاصه بهم تيتصرفوا بها واللي انا مازال ما عارف عليها حتى لعبه. بقيت نفكر لقيت راسي عندي جوج ديال الاختيارات، اما ندخل غادي على ريو الصبعاني بالسكات وما نديرش الحس ونتكمش، ولا ندفع عجبها ونفرض راسي بيناتهم وندير فيها قاري بزاف وعندي ما نقول، وهكا نقدر نعطي لراسي قيمه ونكون متميز على كاع دوك خوتنا اللي تما. ولكن بغيت نعترف لكم باللي بنادم في هذه الحاله تيبقى عايش بوحدو في الرادي لواحد الدرجه قبيحه بزاف، واي غلطه غتكلفني بزاف ديال الحوايج، وحتى الا مشى الملك تتقلق مني من النهار الاول قيمتي عنده غادي تنزل بزاف وربما تبقى ديما نازله لتحت. من واحد الناحيه ما كانتش هاد القضيه تاثر عليا بزاف، واخا انا ماشي من الناس اللي تيقبلوا بالفشل دغيا، يمكن حيت الوالد كان ديما تيقول لي بلي الخساره تنتعلموا منها اكثر ما تنتعلموا من النجاح. ولكن هاد الفكره ما كانش تدخل لي لراسي، حيت كاين فرق كبير باش ناخذ القرار انني نمشي بحالي بوحدي وانهم يجريو عليا كما تيديروا مع بنادم اللي ما تيعرف يدير التوزه. ما رضاش وانا اللي تخرجت من مدرسه كبيره بحال مدرسه بن يوسف معدل كبير، ما رضاش بهادشي وما كنتش غادي نحمل راسي الا طردوني من هنا. كان خصني في هذه الفتره القصيره اللي غنكون هنا نعرف كيفاش نقفز على كاع لي بارير اللي تيجيو في طريقي. ماشي مهم الا طحت وعاودت، المهم هو نوصل لذاك العالم اللي تنظن انني تنستحق نعيش فيه. طلعت درجه مورا درجه واحد السلم ديال الحجايات اللي صنعتو من يديا، خبيرات ناضيه وقصايد غتبقى متورخه وذكاء ما يقدرش الزمان يخليه ضعيف. نجحت واخا الصعوبات اللي واجهتها، واول حاجه بديت بها هي قنعت الوالد باللي الخدمه في الحانوت ديال تحلاقت ما صالحاليش. هذا الانتصار اللي حققت هنا يقدر يشوفوه شي بعضين تافه وما عنده حتى قيمه، ولكن باش تقنع الوالد اللي كانت كلمته ما تطيحش للارض باللي السيلو يقدر يوكل مولا طرف ديال الخبز ماشي شي حاجه اللي كانت صعيبه، ولكن راه بحال المعجزه اللي مستحيل توقع في هذا الزمان. بقيت معاه حتى اقتنع يخليني نبدا نمشي للمدرسه نقرا، ولكن واخا هكاك الخدمه في الحانوت ديال الحلاقه بقات تابعاني من بعد ما نسالي الوقيته اللي تنمشي فيها للمدرسه، وتنبقى خدام حتى تنسدو في تالي الليل، وليت تنقرا بالنهار ونخدم في الليل وفي العطل. هكا لقيت راسي تندوز ساعات مع بنادم اللي مزيت شعرو وعامر بالقمل، وتنداوي التونيه وتندير سبارادرا للجروحه وتندير حتى الجبيره للعظام. تيجي عندي بنادم مهرس تندير له قصيبات في البلاصه ديال الهرس اللي في رجليه ولا في يديه. في الوقت اللي تنكون خدام تنحس براسي تندير شي حاجه زوينه، واخا عاده تيكون داك بنادم تيغوت بزاف قوه الحريق اللي تيحس به. وزياده على هذا الشيء كنت تنوجد الدراري الصغار قبل الختانه ديالهم. ديك العشيه اللي دخلت فيها للقصر ما كنتش بوحدي، حيت عشيري بن ابراهيم كان شاد ليا في يدي. كنت تنحس براسي مرتاح وهو جنبي وغاديين بجوج باش نتلاقى مع داكشي اللي مكتاب عليا. هاد السيد كانت عنده القدره باش يتحكم في الانفعالات ديالي وما تيخليش اي حاجه تبرز دماغي، وتيحاول يوريني كيفاش نخلي صوتي يبان نورمال ونتحكم في يديا اللي مازالين تيترعدوا، حيت الا بقيت بحال هكا نقدر نطيح في شي ستون قبيح مع الحاشيه ديال الملك واللي في الصراحه عدائيين وقباح بطباعهم. واخا كنت نحس براسي داخل لازون ديال السبوعه كنت عارف باللي حتى السبع الا ما خفتيش منه غادي يحس باللي تتشكل عليه شي خطر في حياته. في الحقيقه ما كنتش تنشكل السبوعه اللي في القصر هي خطر على بلاصتهم، ولكن كانت فيهم حتى الغيره حيت تيخافوا الملك يولي يبغيني اكثر منهم. بزاف ديال العوينات كانت تطلع وتنزل فيا، تيبرققوا في الثوب ديال جلابيتي الشكل ديال طربوشي والملوسيه اللي في الشربيل اللي جاني كادو هاد الايامات من عند الوالد.
كان بن ابراهيم هو اللي طاكا عليا النهار الاول وعاوناتني، هضرتو منين قال لي هاد القزام وانا مازال حتى ما جلست في واحد الفوطي في الصالون الكبير. واش بصح محمد باللي الناس في مراكش؟ قبل ما يكمل هضرتو قلت ليه اسمح لي يا ولدي، واقيلا راه خصك تعلم كيفاش تهضر مع الناس الكبار، ومنين تبغي تهضر مع شي راجل مثقف بحالي خصك تقول ليه الفقيه محمد. هنا ضحك الملك وقال مرحبا بالفقيه محمد بيناتنا. من ديك النهار وليت انا هو الفقيه محمد، وبعد المرات تعيطوا ليه هي الفقيه. المهم ما بقيش شي واحد عادي يمكن يتعاملوا معاه كأيها الناس في القصر، ولكن وليت من العلماء ديال الملك، وفي 30 ثانية درت البلاصة اللي كنت باغي نكون فيها عند الملك. انا هو الونيس ديال سيدنا، ولكن ماشي هي ونيس عادي، وليت بنادم مشهور في القصر، وبكلمة وحدة من الملك وليت انا هو سيدهم تما، وليت يعترفوا كاع الناس اللي في القصر بالثقافة اللي عنده. المراكشيين بطبعهم ما تيحملوش الدباس وتيبعدوا على الصداع فين ما كان، حيت هما ناس ديما ناشطين وعزيز عليهم المزاح والتقشاب وشد فيا نشد فيك، وتا انا كنت واحد منهم. ودغيا قلبت الفيستا وبدلت النخوه اللي في الناس اللي قاريين، وبيناتنا الاكثريه ديال الناس اللي تيسحب ليهم راسهم قاريين منين تيبداو يهضروا تيبقاو يهضروا بزاف حتى تيجيبوا ليا الملل، وما عرفتش علاش تيعجبهم الحال منين تيبقاو يمضغوا في الهضره وتيقولوا بزاف ديال الحوايج اللي عارفينهم واللي تا واحد ما عنده الغرض يعرفهم. ومن النهار الاول في القصر ولا عندي نمدح ولا نكلاشي شي واحد الروتين اللي تنديرو كل نهار، واخا هكاك وكما نصحني الوالد قبل ما نحاول نتقرب من الحسن الثاني كان خصني نحاول نتقرب بزاف من الناس اللي دايرين به. وهاد القضيه ما كانت سهله، خاصه ان اكثريه ديال هاد الناس جايين من طبقات اجتماعيه مختلفه، ومنهم اللي من ثقافات في المغرب بيناتهم سنوات ديال الدباز وشي ما حاملش. داكشي علاش كان صعيب بزاف نتفاهم معاهم كاملين، حيت الا تصاحبت مع واحد غنلقى راسي اوتوماتيكمون العدو ديال بنادم واحد اخر. هادشي وزيد عليه ان كل شيء هنا حربائي وتيقلب الفيستا دغيا، وفي اي لحظه اي واحد يقدر يدبز مع واحد ويرجع يتصالح معاه بلا ما تقشع انت التوزه. هادشي كامل اللي سمعتي دابا بوحدو، والتصرفات ديالهم تتولي بوحدها حيت تتقلب كامله على حساب القناه اللي تيكون فيها الملك. فكان صعيب ومستحيل انني نعرف داكشي اللي كاين في ريوسهم، حيت اهم حاجه عندهم كاملين هو يرضى عليهم الملك، فكانوا تيجتهدوا في التحرميات ديالهم بزاف. وعندك يسحب لكم باللي انا راني راجل مزيان، حيت كاع داكشي اللي قلت في هاد الناس تينطبق عليا حتى انا. حاجه وحده انني في ديك اللحظه كنت باقي ما عارفش راسي واش حتى انا بحالو. داكشي علاش بديت نتقرب من الناس اللي بانوا لي يقدروا يكونوا صحابي زربه، بحال واحد السيد سميتو ساهر، هو المغني ديال الملك. كان راجل مزيان وظريف لواحد الدرجه ما يمكنش لشي واحد يتصورها، والظرافه ديالو يمكن هي اللي خلاتو مازال عايش هنا، حيت كان اي واحد هنا في القصر يقدر يزعم عليه ويدير له شي بلان يصيفطو بسهوله بحال، ولكن حتى لهاد اللحظه حتى واحد ما قدر يدير ليه شي حاجه. بعد هادشي فهمت انه قدر يبقى حيت ما كانش تيشكل حتى تهديد لشي واحد. زيد عليها انه كان تيتكلم زوين في كاع الناس ديال الحاشيه بحال الا كل واحد فيهم هو الملك. هادشي كان كافي باش يقلق الحسن الثاني، واخا في الحقيقه ما كانش كاع مسوق لهاد خونا، واللي كان تيضرب العود مزيان وصوته واعر تيمزكنا كاملين في القصر، وتيخلينا نحسو باللي راحنا في عوالم وحده اخرى عامره بالاحلام والقصايد والمزيكا. وكنت انا وياه تنحماقوا على الناس الكبار ديال الموسيقى الشرقيه، وعارفين كاع الشعراء والمؤلفين والمطربين اللي عاشوا هذه قرن وغزه. داكشي علاش بسرعه ولا صاحبي، وبقينا صحاب اكثر من 10 سنين. تعودنا نتجمعوا ونتسناو البراح ديال العشيه في واحد الصالون هاي كلاس قريب من الجناح الخاص بالملك. هاد الصالون كان كبير بزاف، الحيوط ديالو لاصق عليهم زرابي خضرين ومضروبين باللون ديال الياقوت، ومطروزين عليهم ايات من القران بخيوط مذهبه، وشي رسومات ديال قناطر تتبان بحال الا مفتوحه على شي عالم ما عارفوش، خاص هي بالناس اللي النيفو ديالهم طالع بزاف. داك الصالون كان هادي بحال شي واد في الصيف، يقدر يفيد دغيا في الوقت اللي ما تيتوقعو حتى واحد.
في داك الصالون كان تيوقعوا حوايج قباح بزاف، كاع الدسائس الوشايات والمؤامرات اللي شي وحدين منهم دازوا في التاريخ كانوا تيتبلاناو هنا. ألف خيانة وخيانة قادرة تقلب الحياة ديال بلا قياس ديال الناس في هاد البلاد. يمكن هاد الشيء يفتح لشي وحدين الجنة اللي في الأرض، ممكن تخلي شي وحدين يطلعوا معاهم واخا كانوا غير عبيد. كل شيء هنا ممكن، العبد يقدر يولي وزير والوزير ممكن يولي عبد، داك الشيء انت وبلاصتك عند الملك. ومنين تعيط البراح ديال الملك بواحد الصوت غليظ ومسموع مزيان، تنجمعوا الوقفه كاملين في دقه واحده، وحنا اكتيف وفينا الحماس قبل ما ندخلوا للجناح الخاص بالملك. كل واحد فينا داير في بالو شي خبيره ومخبيها على صحابو باش يكون الملك اول واحد يسمعها. في الاول كنا تنتسابقوا بعدا شكون يقدر يسرق ابتسامه من عند الملك، وبلا فخمه على الله كنت انا وهو باهم في هاد التواشي ديال العياش. واخا ما كنتش تنوجد شي حاجه قبل، وتنحاول نرتجل داكشي اللي غنقولو معتمد على الحوايج اللي تنشوفهم قبل عيني في ديك اللحظه. وفي الوقت اللي كانوا خوتنا تيتقاتلوا باش يجيبوا داكشي اللي حافظين متناسق مع الوضعيه اللي حنا فيها، كنت انا تنسبقهم وتنطلق شي نكات ناضيين اللي تيخليوهم مقروصين كاملين. ومنين تيضحك الملك خاص هاد الرباعه ديال المهرجين اللي دايرين بينا يضحكوا حتى هما، فتيبقاو يضحكوا والفقصه شداهم للداخل ديالهم. كانت هذه هي المشاوشه ديالنا، كل نهار تتكون وسط ارقى بلاصه كاينه في القصر، يعني قلب البيت ديال الملك. كانت تتبان ليا ديك البلاصه بحال شي كوبي صغير ديال الساحات اللي في المدينه، تنفرشوا فيها الزرابي وتنتقسموا لجروبات صغار، نيشان بحال الناس البساط في البلاد اللي ما تيقدرش الملك يجلس معاهم. دوك الناس اللي بعضهم تيتجمعوا يلعبوا الكارطه وشويه تيقلبوا صداع ومدابزه وسبان، وجروب واحد اخر جنبهم تيسمعوا لشي فنان ديالهم تيغني، وشي رباعه ديال المكلخين اللي عينيهم تيخرجوا دغيا من التواشي اللي تيزرب عليهم بها بلال المشعوذ، واللي تيقوم ساكن حتى بالوصفات اللي تيعطيهم موسى الدكتور ديال العشابه. ديك البلاصه كانت طريف من المجتمع ديال المشعوذين، واللي تيتفرج فيهم الملك وهو مجبد على واحد الفوطو وهز كتاب في يديه تيقرا كيف عوايدو، واليد الاخرى شد بها التسابيح. واخا هكاك ما كان تيزقل حتى وزه، حاضي كلشي حتى هادوك اللي تيغشوا في الكارطه. واخا هادي ما كانتش صعيبه بزاف، حيت ديما كنت انا هو الغشاش، وتيضحك على القزم وفعايلو، وتيتمزك على صاهر اللي تيغني واحد الاغنيه صعيب تلقى اختها، واللي عايش في واحد العالم قديم تقريبا كلشي نساه. هكذا كنا تنعمرو وقتنا والوقت ديال الملك حتى تيقرب يصبح الحال، دايرين جهدنا كامل باش نخليوه ينسى تماره اللي دوز النهار كامل، وتنخليوه يتمتع وهو تيتفرج فينا. وحتى هاد القصر اللي بهيبتو وتتخرج منه اخطر القرارات تيولي واحد البلاصه لوز فيها الحياه طوب. ما تنخرجوا من الجناح حتى تيبرح بها البراح تماما بحال الطريقه اللي دخلنا بها لهنا. وبعض المرات كان تيتعطل بزاف ولا ما تيجيش كاع، وتنبقاو تنتسناو تما حتى للصباح، حيت الحاجب ما كانش تيخلينا نتحركوا حتى تيتاكد باللي الملك شد فيه النعاس مزيان. تنوليو في ديك اللحظه بحال شي اسرى ما عارفينش شنو يديروا من غير انهم يتسناو، وكل واحد فينا تيقتل الوقت بطريقته. بالنسبه لي انا كنت تنقتل الوقت وانا تنقرا اي حاجه لقيتها حدايا، ولا تنلعب الكارطه اللي في يدي، وتنبقى حابس راسي باش ما ناكلش واحد الطريف ديال المعجون دايرو في جيبي مصوبو بالعسل واللوز والكركاع واحسن نوع ديال الحشيش اللي كاين في كسابه، واللي كنا مدورينو بيناتنا بالتخبيه. الا كاينه بزاف من هاد التخليطه تتخلينا نساو راسنا واش تنساينو، وتيرجع لينا النشاط ديالنا. كنت تنعرف المفعول ديالها مزيان حيت كنت مبلي بها شحال هادي، ولكن هادي مده باش قطعتها. عكس شي وحدين هكا كانوا تعيشوا الناس اللي دايرين بالملك، واللي ما موالمينش لبعضياتهم لا في العقليه ولا في داكشي اللي تعجبهم يديروا، واللي واخا هكاك قدروا شي وحدين منهم يوليو صحاب ديال بصح، وشي وحدين محاربين بيناتهم، ولكن كلشي حسي مسي. كان ساهر هو بنادم الوحيد اللي كلشي مصاحب معاه من غير الدكتور مورا اللي كان ما تيحملوش، وفي الحقيقه حتى هو عمرو قال شي كلمه قبيحه ولا هز صوتو في شي واحد ولا حتى شاف فيه شي شوفه ناقصه. كان ديما مبتسم
وحتى منين تيكون مقلق وتتكون باينه في وجهه كان تيتخبع مورا القيطار والنظاظر الكبار ديالو. شويه بشويه تلقاوها ترفع من العالم اللي حنا فيه وطار في السماء، وديك الساعه حتى واحد ما تيقدر ينزلو للارض. تتزول منه الحشمه وتيبدا يحرك راسو مع الموسيقى بحال الا تيبغي يتبع الايقاع ديالو ويحظيه باش ما يطيحش في شي فوضى ما يبقاش معها اللحن زوين. بعض المرات هو تيغني تيبان ليه بحال الا جالس فوق شي غيام حنا ما تنشوفوش، وتيشطح مع ملائكه فيها واحد النور ما تيبانش وحتى واحد ما يقدر يشوفه من غيره، وتيبقى يغني بواحد الصوت رخيم ولساعات طويله. كان هذا السيد اللي قلنا سميتو ساهر هو عشيري ديال بصح اللي كاين في القصر، وبقى هكاك حتى جا نهار اللي غفلنا فيه كاملين. نهار اللي ما كنتش نتوقعوا انه هيجي بهذه السرعه، النهار اللي هادي يموت فيه ساهر، وهو الانسان اللي كانت تجمعني بحب كبير للشعر والموسيقى، وكنا تنهضروا بزاف على الحياه اللي دوزوها الشعراء والظروف اللي كتبوا فيها القصايد ديالهم، وبزاف ديال التمشكيل اللي وقع لهذا السيد. من بعد نعاود لكم البلان ديالو كامل. صاحبي الثاني كان هو الدكتور مورا، وحيت الملك كان ديما خايف يمرض داكشي علاش حكم عليه باش عمرو يكون بعيد عليه بمسافه فايته 100 متر. كان هذا القرار بحال شي عقاب لاصق فيه حياته كامله عمرو يقدر يتخلص منه، خصو يبقى قريب من الملك في اي وقت ومهما كانت الظروف. في الحقيقه كان هذا بنادم عنده واحد الموهبه واعره، وشهاده لله كان تيقدر بشوفه وحده يعرف شنو المرض اللي فيك بلا سكانير ولا تحاليل ولا صداع الراس، وكان تيقول لك كاع الامراض اللي دوزتي في حياتك والامراض اللي دازوا في عائلتك كامله، ولكن كان في نفس الوقت هيكون ضحيه ديال هذه الموهبه. واكثر واحد طايح عليه الضيم بيناتنا، حيت الدكتور مورا خسر الحريه ديالو ولا بحالو بحال العبيد، عكسنا حنا الناس الاخرين اللي في الحاشيه ديال الملك، اللي كنا تنقدروا نربحوا شي ايامات ديال العطله في الايامات القليله ديال الاعياد. ولكن الملك الى هي فكر مره واحده باللي الطبيب ديالو بعيد عليه تيصبح مريض ديال بصح، داكشي علاش حكم عليه باش ما عمرو يخرج من القصر ويمشي معاه لاي بلاصه مشى ليها، وسمح له يجيب العائله ديالو تعيش معاه في وسط القصر. هاد الطبيب اصله من واحد المنطقه في مراكش، داكشي علاش تقربت منه وعاوناتني اللكنه ديال مراكش اللي تنقدر نهضر بها مزيان. كان هاد الطبيب قصيور بزاف صحيح وكرشو خارجه وقرع اكثر مني، الملامح ديالو ما زويناش، تيبان لي بحال الا تولد شيباني. الصفه ديالو ما تقدرش تخليك حتى تتخيل باللي هذا بنادم كان شي نهار صغيور وتا هو تيلعب في راس الدرب بحال كاع الدراري الصغار. كان تيحاول مسكين يتقرب منا وينكس معانا باش يحيد هاد الصوره اللي خدينا عليه من النهار الاول، ولكن المحاولات ديالو كاملين فشلوا. كان تيعاود لنا شي حجايات طوال بزاف حتى تنساو منين بداها، وتنضحكوا عليه منين تيخربق القصه كامله، واخا هو كان ديما تيسحب ليه باللي الحكايات ديالو هي اللي تضحكنا وتيفرح مسكين من نيته. في الحقيقه السي مورا كان راجل مزيان وديما تيحاول يطور راسو ويوصل لشي نيفو عالي بزاف، كان باغي يكون من احسن الاطباء اللي كاينين في العالم، وكان تيشوف باللي القدر اختارو باش يوصل لذاك المستوى العالي في المهنه ديال الطب. في الحقيقه مورا كان متميز بزاف، داكشي علاش الفرنسيس كانوا عاطينو واحد البركه ديال الفلوس اللي قليل فاش تياخدها شي واحد مغربي، في الحقيقه كان تيستحقها. امور الاستقلال لقى راسو البروفيسور الوحيد اللي كاين في البلاد، هاد الميزه حكمت عليه باش يكون طبيب ديال الحسن الثاني في القصر. دار البروفيسور مورا اللي كبر في عائله مغربيه بسيطه واحد الجهد كبير باش يقدر يصنع راسو واحد البلاصه كبيره في القصر، باع راسو للشيطان وقمر بالكرامه ديالو باش في التالي ايامو يكون في عالم السلطه اللي ما تعرف عليه حتى حاجه. في الاخر استسلم لهذا الشيء بحالنا كاملين، عجبو النعيم ديال السلطه اللي ما يقدر حتى واحد يقاومه، ولا حتى هو عايش مع صداع الراس وحفر ليا نحفر ليك وتيتملق الشخصيات الكبار. هاد الحوايج كان ضروري يدرب عليهم راسو باش يقدر يصور طرف ديال الخبز. الضموره كان تيعنى بالصحه ديال الملك بواحد الطريقه عمر شي واحد يقدر يديرها بحاله، وكان تيعرف كيفاش يخليه هادئ ويهود الشياطين ديالو اللي كانت تتحمقو مره. ما كان سهل انك تعنى بالصحه ديال الملك، فالدكتور مورا عاش بحال الا السيف محطوط على رقبته وفي اي لحظه يقدر يطير له راسو. ما كايناش شي دعوه خايبه يقدر يدعي عليك بها شي واحد فاس من دعوه تخليك انت هو المسؤول على الصحه ديال الملك. امي كانت تقول واحد الجمله ديما: منين ربي تيبغي يعذب النمله تيعطيها الجنحين.
في الحقيقه ما كان عندي حتى شي شك بلي الدكتور مورا تيفضل يكون مسؤول على شي سبيطار صغير في مراكش، فعوض ما يبقى بحال شي طاوس طارق جنحيه الكبار في الجرادي ديال القصر. خدمته صعيبه بزاف وفيها شله خطر، الشي اللي خلى كاع اللي في الحاشيه يديروا معاه زوين. وبيناتنا كيفاش بنادم يقدر يتعامل خايب مع شي واحد يقدر يعدمو الملك في اي لحظه. فوق هذا الشيء كان مورا بنادم معقول وتيداوي المرضى كاملين اللي يقدر يطلقهم بلا ما يميز بين السيد والعبد. شحال من مره شفتو غادي زربان يداوي شي واحد في العربيه ديال التوارقه واللي كان فيها العبيد اللي عتقهم الملك ولاو من الخدامه ديال القصر. واخا سيدي الملك ما عمرو كان يقدر يسمح لي الا عرفني سندير هادشي. انا بديت تنوصف لكم الطب ديال الناس اللي عايشين في هاد الحفره ديال الفاي. واخا القرب من السلطه تيخلي الواحد بحال الوحش، ولكن بعض المرات تيبانوا شي وحدين ممكن يكونوا اولياء الى عاشوا في شي زمان واحد اخر. الا حيدنا الكوامانجي ساهر والدامورا اللي ما يمكنش نستغنيو عليه، غيبقى داير الملك هي الشلعبيه اللي ما في قلبهم حتى ذره ديال الانسانيه. ومع السنوات الطوال اللي دوزت مع سيدي قدرت نشوف شي حالات في شكال غريبه وما يتوقعها حتى واحد واخا يكون مثقف بحالي. قدر يمشي بعيد ويولي هو الونيس ديال الملك. وباش نبقى في بلاصتي وليت انا صاحب حاجتي، ما بقيتش نتردد باش نستغل الاخطاء ديال صحابي باش نولي انا هو باهم تما. ومعاهم مكلخين بزاف جاتني القضيه ساهله، كانت في عائلهم كامله تنعقل عليها وتنردها حجايات واعره تنحكيها للملك، واللي كان تيسد عينو على الحلايقيه الاخرين الا ما حكاوش قصص مطروزه مزيان. ولكن انا ما كان تيتزاقل معايا في حتى حاجه. فبلاصتي اللي درت نهار الاول كفقيه ما خلاتنيش نطيح النيف، وداك الشيء علاش كان خاص كل كلمه تنقولها نوزنها بالذهب ونخليها عامره بالحكمه والباقه. الحويجات الحمقى اللي تيديروا المنافسين ديالي كانت اكثر حاجه تتعاونني باش نوصل لداك الشيء اللي باغي. والجهل اللي عايشينو عطاني الخشبه اللي نقدر نتعلق بها وسط هذا البحر واخا ما تنعرف شنو. وتعاملهم معايا عطاني العصا باش نضربهم الى وقفوا في طريقي، وجوج خيوطه باش نطرز الخبيرات ديالي مزيان. بعض المرات كنت تندخل وسط عقلهم وتنبقى نتسركل تما وتنقلب السخريه لواحد الفن راقي بزاف. كنت بحال شي رسام ديال الكاريكاتور تنضخم الملامح ديالهم حتى توصل لواحد الحد تتولي معاه الوجوه ديالهم كامله بهله، وهذا الشيء كامل بلا ما نجرح الكرامه ديالهم. وشحال من مره حتى تنقرب نقول شي كلمه صعيبه وتنحبسها. وشحال من مره بغيت ننتقم من القزم الواعر اللي عنده قيمه عند الملك، داك القزم اللي تجمع فيه كاع الوسخ ديال الغيره وقله النيه حتى ولا المكروه رقم واحد بيناتنا. كان بحال شي حشره فين ما دازت تتخلي سمها، وحفنه ديال الشوك تتخلعنا كاملين واخا هو كامل ضربه وحده اللي فيه. واخا ما قدش نقول هذا الشيء ولكن كنت تنكرهه بزاف. واخا هكاك تيبان لي بعض المرات في شي شكل منين تينقز على شي واحد تيولي بحال شي واحد كالا الفريسه ديالو مع الحيط قبل ما يفترسها في لحظه واحده. والملك كانوا تيعجبوه هاد السونات، داكشي علاش كان تيخلي القزام يزيد في هبالو. ماشي مشكل الملك ياكل الثومه مادام ريحتها تبقى في الفم ديال القزام، داكشي علاش ولا تيهجم على كل شيء بالمباركه ديال صاحب الجلاله. بقيت انا بوحدي اللي ما قربش ليا، واخا هكا كان تيصيف الديسين باش يزعم عليا، وداكشي اللي ولا تيحاول يدير منين عرف النقطه ديال الضعف ديالي، وما بقى تيخلي حتى فرصه دوزو بلا ما يمعني عليا قدام العادي والبادي. تيلوح لي شي هضره بحال الكلاب ما تيولدوش القطوط، والدم ديال الخيانه تيتورث، والف معنى ومعنى على ولدي اللي ساهم في التمرد على الملك واللي راه دابا في شي حبس من الحباسات اللي كاينين في الجنوب. وحتى انا كنت تنعطيه الهضره قاصحه باش نتعادلوا في هاد التواشي. ومن بعد كنا تنديروا واحد الهدنه ديال بالعاني بطبيعه الحال كما تيوقع ديما في الحروب البارده، ولكن تبراد الطرح بيناتنا يطول بزاف هاد المره.